السلام عليكم. خسارة المنتخب الوطني المغربي في أول مباراة رسمية بقيادة المدرب وليد الركراكي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا الكوت ديفوار 2023 أمام منتخب جنوب إفريقيا اللي تصدر المجموعة الثامنة أمام المغرب بفارق نقطة، مع العلم أن المنتخب مازال غادي يلعب مباراة أخرى عن الجولة الأخيرة في التصفيات أمام ليبيا. المنتخب بوجه ضعيف وتشتت في الخطوط، وهذا الشيء اللي كنرجعه بدرجة أولى لبعض الغيابات الأساسية، خصوصا في غياب الثلاثي أمرابط وأناحي وأمل، خصوص أمرابط اللي غادر معسكر المنتخب بترخيص من المدرب في اتجاه إسبانيا من أجل مناقشة عرضي كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لغياب أملاح وأناحي اللي بانت بلاصتو في التشكيلة الرسمية، بحيث كيعطي حلول في صناعة اللعب وتحرير وسط الميدان. هذا الشيء اللي افتقده المنتخب في هذه المباراة بالاعتماد على عمران لوزة ويوسف مالح اللي كانوا كيخليو مساحات كبار في الدفاع وما كيساهموش في صناعة اللعب ومساعدة الهجوم، خلى الخصم يتحول بسرعة من وسط الميدان للهجوم. يسجل هدف مباغت في الدقيقة 5 بعد خطأ من الحارس منير المحمدي اللي أساء التقدير في الكرة سهل. طوار باقي الشوط الأول لم تعرف أي شيء من جانب المنتخب، ينطلق الشوط الثاني بهدف مباغت مرة أخرى في الدقيقة 48 بعد خطأ دفاعي في التغطية ارتباك المحمدي، ليحاول عناصر المنتخب الرجوع في المباراة، وهذا الشيء اللي غيتأتى لهم في الدقيقة 60 بواسطة حكيم زين من مجهود فردي. لتنتهي المباراة بخسارة المنتخب أمام الجنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، وأكيد أن الركراكي خدا نظرة عن بعض اللاعبين اللي كيدخلوا كرسميين أو احتياطيين بدون تقديم أي إضافة